تدريب ادمج تدريب سهل جدا، وبنديه لولادنا من بداية التأسيس زي تدريب حلل بالظبط. لكن خدت بالي من وجود تدريب ادمج نقطة في سؤال كبير موجود في تدريبات العربي تالتة ابتدائي الترم الثاني، وأنا شغالة مع أطفالي، وللأسف في جزء منهم وقع في التدريب ده علشان حاجة معينة هنشرحها النهاردة، فحبيت أشرحها بشكل منفرد لأولادي عشان يخلوا بالهم، سواء هم لسه تأسيس أو في أولى أو في تانية أو في تالتة، علشان هي نقطة في سؤال بس أنا عايزة طفل يكون ضامنها وسهل عليه وما يقعش فيها. هي عبارة عن إيه؟ أنا بقول لك ادمج، فأنت تقول يا نهار أبيض دي سهلة قوي، ده أنا بشبك الحروف في بعض. طب خلي بالك الكلمة عندي هنا متقطعة علشان طبعا الأسباب اللي موجودة، هنا في سكون فخليت الساكن مع اللي قبله، هنا مد ألف، وهنا الحروف ملهاش علاقة ببعض. خدت بالي إن للأسف بعض من أطفالي بيعملوها بالشكل ده. أهو يا ميس جمعتها في بعض أهو وشكلتها لك. هل أنا سألت طفلي سؤال اقرأ لي الكلمة اللي حضرتك جمعتها لي؟ إيه ده؟ سيارة، حاجة اسمها كده؟ طب خلي بالك وركز شوية، ده أنا عندي سكون وبعديها يه كمان واتنين يه. يا ميس دي الشدة. أيوة كده ركز، أنا لقيت حرفين والأول ساكن والتاني لوحده أو موجود مع مد، يبقى الحرف ده متكرر عشان ده كان شدة، يبقى لما أجي أجمعه حرف واحد بس وأحط عليه علامة الشدة، يبقى ده الصح وده الغلط. خلي بالك، لا هتلاقي عندك نقطة وسط سؤال، ليه أخسر درجة؟ ليه أخسر درجتين؟ ليه أخسر على حاجة كنت باخدها وأنا في الحضانة؟ مرة كمان الحرف متكرر عندي مرتين والأولاني ساكن، مش أي حرف، في بعض الكلمات فيها حرفين ورا بعض عادي، لكن هنا عندي شرطين، الشرط الأول إن واحد فيهم ساكن، والشرط التاني اقرأ الكلمة بعد ما تجمعها على وضعها. لو لقيت الحرف متكرر ومنطوق صح عادي، لقيت الحرف متكرر والكلمة مش صح يبقى انت كده ما خدتش بالك من الشدة. يبقى هنا عندي بطيخ، بعتذر اهي، يبقى انا عندي شدة. طب هنا ما في سكون اهو يا ميس بس الحرف مش متكرر، دي كلمة عادية عادي جمعها في بعضها بمنتهى السهولة. ايه دي مفتاح، في سكون بس ما تتخضش ما تقلقش، انت المفتاح عندك موجودة وانت مش مقلقان من وجود السكون يبقى كل سكون شدة، لا مش كل سكون شدة، لما الاقي السكون عليه شدة لما الاقي الحرف مرة تانية جنبه سواء لوحده او مع مد. وهنا ولا سكون ولا شدة جمعها عادي جدا. طب هنا ادي السكون وادي الحرف مرة تانية، يبقى انا هركز الاول دي شدة بقى، صبار. نقطة بسيطة بس بتخسر أطفالي درجات هم أولى بيها، ودرس لوحده للي لسه بيتأسس اسمه ادمج الكلمات، أنا آسفة ادمج الحروف لتكون كلمة.